السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، تصوموا بالصحة والهنا ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، اللي هي خبز البرجر. كما راكم تشوفوا في الفيديو، خبز او عجينة ناجحة 100%. تقدروا تستعملوها في جميع مخبوزاتكم. كما راكم تشوفوا درت خبز البرجر ودرت خبزات صغار. انا درت، كنت ناويه ندير ميني برجر ولكن جاوني كبار، حبات شوي كبار على الميني برجر، ولكن يعني جاو ملاح. كما هنا كما راكم تشوفوا الخبز هذا ثاني جا ما شاء الله. تقدروا تقدموه مع لاصو. شوفوا هذيك الخفه والطراوه، جا روعه. فقط تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير خطوه بخطوه باه تنجح معاكم هذه الوصفه. اذا هنا نبداو مع بعض في طريقة التحضير وفي المقادير. هنايا عندي حوالي كوب ونصف من الحليب. حليب يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، يكون دافي فقط. مع حوالي ربع كوب من الزيت. الكوب كما تحبوا نتوما، يعني اللي عندكم استعملوا الكوب اللي عندكم. هنايا عندي ملعقة خميرة، المهم ما يفوتش 250 مليلتر. هنا عندي ملعقة سكر، نخلطه مع بعض بفوي او بملعقة، وراح نخلوها باش يتضاعف حجمها. راح نخلوها تطلع الخميرة مدة 5 دقائق فقط. قبل نسيت هنايا بياض البيض. قبل ما تخلوها تطلع ديروا بياض البيض اولا، والصفار نحتفظوا به، ونخلوها تطلع حوالي 5 دقائق. كما راكم تشوفوا بعد ما طلعت الخميرة هنا راح نبدا نضيف الفرينة بالتدريج. ومن المستحسن انكم تغربلوها كما راكم تشوفوا. وهنايا راح نضيف في هذه المرحلة، هنايا نضيف الملح. من المستحسن انكم تضيفوه في بعد ما تديروا الفرينة، ماشي قبل كي تكون يعني كي تخلوا الخميرة تتضاعف. ديروه في هذه المرحلة الملح. وهنا راح نبقى نزيد في الفرينة. وهذه العجينة السر نتاعها انكم لازم تخلوها طرية، لازم ما تكونش حاكمه روحها بزاف. دوكا تشوفوا معايا القوام في الاخير. هنا ضيفوا الفرينة بالعقل باه ما تغلب، باه يعني ما تقسوهاش العجينة. لازم العجينة هنا تكون طرية جدا. انا راح نسرع فقط الفيديو باه ما يكونش طويل. كما راكم تشوفوا هنايا راهي تتلاصق العجينه. واللي حاب يضيف الزيت، اذا غلباتك العجينه ضيفي شويه زيت او فرينه. كما راكم تشوفوا انا راني نضيف في الفرينه بالعقل. هنايا بعد ما عجنتها شويه وما زالت تتلاصق، ضفت ملعقه كبيره من الزبده. وبقي تعجني فيها بهذه الطريقه. واذا عندك البيتخا ديري في البيتخا. فوالا بهذه الطريقه تكون رطبه بزاف. تقدري تضيفي الزيت، ولكن انا ما درتش الزيت. خليتها باش يضاعف الحجم نتاعها مده حوالي نصف ساعه في الفرن. كان مشغل مسبقا، يعني شعلت على الفور مده معينه، خليته يدفى، ومن بعد حطيت العجينه تاعي باه تطلع بهذه الطريقه. وتي طلعي عليها اذا شتيها طلعت، ابداي تبريباري فيها. كيما هنايا لازم ديري الفرينه في البلون دو طرافاي باه ما تغلبكش العجينه، بيسك راكم كيما راكم تشوفوا راهي رطبه بزاف. تبقاي تضيفي في الفرينه
وتشكليها بهذه الطريقة وتقسميها الى كرات. كيما هنا انايا كبرتهم شويه. نورمالمون كنت حابه نديرهم ميني برجر، ولكن جاوني خبزات ملاح، يعني مش صغار بزاف وماشي كبار بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا تقدروا ديروا هذه الكميه. شوفوا شحال خرجت لي، حوالي 14 حبه هكاك. اذا كملتوا، اذا درتوا كل برجر، وعلى حساب كيما قلت لكم، اذا درتي ميني راح تكون اكثر، ميني برجر راح تكون كميه اكثر، واذا درتي يعني خبزه على حساب. بصح هذه الكميه وتخرج يعني ما شاء الله. فوالا هنايا نكورهم بهذه الطريقه ونحطهم في البلا اللي يدخل للفور كيما راكم تشوفوا. هنا فقط راني ما حبستش الفيديو، بقيت غير نسرع فيه. كيما هنايا راني راح ندير الخبزات هذوك اللي شفتوهم في اول فيديو. فوالا درتهم بهذه الطريقه. وهنا جبت عفوا هنا جبت صفار البيض وخففته شويه بالحليب، وراح ندهن بهم الخبز تاعي. وتقدروا ايضا هذه العجينه تحشوها بالشيكولا. وشي هنايا في بلاصه ما ديروا ملعقه تاع سكر، ديروا 2 ملاعق او 3 على حساب يعني كل واحد وش يحب الحلاوه. تقدروا حتى ديروا لهم سكر من الفوق كي تحشوهم بالشيكولا، ولا ديروا لهم سكر من الفوق. هنايا درت لهم كيما قلت شفتوا البيض، وقبل ما يخمروا اختار هذوك راح نرجعهم يخمروا، يعني يطلعوا يتضاعف حجمهم. بهذا المعنى يتضاعف حجمهم حوالي مامبا 5 دقائق. ولا شوفوهم نتوما عسوهم، شوفوهم كي يطلعوا شويه تشعلوا عليهم الفور مده ربع ساعة أو 20 دقيقة كيما راكم تشوفوا، وطلعوا عليهم يعني الخبز نورمال إذا طليتوا عليه مش راح يهبط. ولا كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما طاب، هاهي لكم النتيجة. جا ما شاء الله، وجا خفيف خفيف خفيف، روعة، قمة في البنة. ولازم هنا الفور تاعكم يكون يعني مش قوي بزاف وماشي ناقصة طول النهار، يكون متوسط، تكون درجة الحرارة متوسطة باش تجيكم النتيجة مليحة. ما تطيبوش، ثم لازم تعسوه باه ما يطيب لكمش بزاف. قيس ما تشوفوهم طلعوا وطابوا من تحت صاي شعلوا لهم من الفوق باش يحمروا. كيما راكم تشوفوا جاء هايل ما شاء الله. ان شاء الله تكون هذه الوصفة نالت اعجابكم، وان شاء الله نكون خفيفة عليكم، ونتمنى انكم تحطوا لي جام واعجاب وتعليق، وقولوا لي وش بغيتوا وصفات نجربوها مع بعض، لاني فقط راني نجرب انا ايضا الحاجة اللي نجحت لي نبارطاجيها معاكم، ونتمنى انها تكون يعني حاجة تفيدكم وتفيدني انا ايضا. اذا كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتنجح لكم. وان شاء الله شاركوني يعني افكار اخرى لفيديوهات او اي حاجه بغيتوا تجربوها نجربها معاكم ونبارطاجيها معاكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. سلام.